اسوي المخلل شو اسمه هذا، المصري اللي البيديانه كذي، هذا اللي يسمونها العروسي، بيديانه الضعاف الحين موسمه بالسوق. اسوي، في ناس تسويه تقليه وفي ناس ممكن تسلقه عادي، هذا يصير هذا يصير ممكن كذي، فانا هذا وايد احبه، دائما اسويه على طول يخلص بسرعه. طبعا راح احط فيه خلطتي اكيد، لما راح احشي لما اقليه اقصه كذي بالسكينه واحشي داخله واخليه يقعد بالثلاجه عندكم شهر ولا يصير فيه شيء. طبعا اكيد مكوناته انا عندي الليمون وعندي الفلفل الملون والكزبره والثوم، بس خل اقلي هذا الاول، بقليه كله وبعدين بسوي. انا كذا مره سويته اصلا، مو اول مره. اوكي يا جماعه، شوفوا قليتهم، شوفوا شحالات الوحده، ومثل ما قلت لكم تقدرون ما تقلونه. مكوناته انا وايد حطيته. شوفوا كزبره خضراء وفليفله، ثوم، طماطه، فلفل، الفلفل اخضر احمر اصفر اسود. انا شلت الفلفل اللي داخله، العرق اللي داخله عشان لا يصير حار. اوكي راح اخلطهم كله. طبعا عندي ليمون وعندي قفشه سكر بس. اوكي، وعندي ليش احط سكر يحافظ عليه، وشويه خل في تقريبا 3 قفشات، وكزبره تقريبا قفشه كامله. وراح اخلطه كله واحشي عندكم لما كله بالخلاط، بالخلاط هذا بس. شوفوا يا جماعه، كاهو هذا شحالات الخلطه، حطوا بالكم لا تحطون ايدكم في عيونكم. انا صراحه ما اسوي بالسكينه. شوفوا البياض، شوفوا هني كله لحظه علشان كذي، وينصف هني ويقعد بالفريز بالثلاجه شهر. شوفوا بايدكم، شوفوا شحالاته. طبعا هني راح يتصفى الزيت، والله اكلوه مع كل شيء من احلى ما يمكن. انا وايد احبه هذا، وايد احبه، حتى بيتنا هنا عندنا وايد يحبونه. شوفوا بس خلصه. تقدرون تحطون طماط، شوفوا شو البياض شلون داخل، تحطون طماط، تحطون فليفله. شوفوا البياض، شوفوا شحالاته. هذا الموسم الحين موسم البيديان العروسي يسمونه يا جماعه. شوفوا شحالاته، صفقت الباجيه كله. لازم تلبسون جلوفز علشان، مو علشان نظافه وعلشان ما ادري شنو، لا، علشان لا لما تحكوا جسمكم عيونكم لا يدخل فيه. كذي اخليه بالثلاجه، والله يعني اقول لكم شهرين ممكن، ما شهرين ممكن يقعد ينن. وش حالاته؟ شوفوا هذا ما في وايد داخله، لكن راح ياخذ من التتبيله مالته. وش حالاته؟ هذا ياكلونه كذي.